السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد على قناة الكوارجي. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو شباب سنتحدث عن كأس إفريقيا لكرة القدم سنة 2025 اللي باش يتم تنظيمها في المغرب. طبعا باش تبدأ الكأس الإفريقية هذه يوم 21 ديسمبر إن شاء الله. تقريبا يفصلنا 3 أيام أو 4 أيام عن مباريات كأس إفريقيا اللي باش تنطلق قريبا. باش نتحدثوا في هذا الفيديو عن مجموعة المنتخب التونسي وحظوظها في التأهل لنهائيات أفريقيا كان 2025 بالمغرب. لذلك يا شباب قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. طبعا بداية خلينا نتحدث عن منتخبنا الوطني التونسي والمجموعة اللي وقع فيها مجموعة تسمى مجموعة محترمة فيها أحد أكبر المنتخبات الإفريقية طبعا منتخب نيجيريا. احنا جينا في المجموعة الثالثة، مجموعة فيها كل من أوغندا، تنزانيا ومنتخب نيجيريا. طبعا منتخبنا الوطني التونسي أكيد يا شباب قادر على التأهل للدور القادم بسهولة من هذه المجموعة. خلينا نقوله يعني منتخبنا الوطني التونسي هو الذي قرع البرازيل في مبارياته الفارطة. طبعا مباراة البرازيل خلينا نقوله يعني قدم فيها المنتخب أداء دفاعي قوي صراحة. تم يعني حاجة إيجابية شفناها في المباراة هذه من الممكن إنه منتخبنا الوطني التونسي إنه يبني عليها. لما لا يعني تكون المباراة ضد البرازيل صحيح هي ماهيش أول أو آخر مباراة ويعني وهذيك هي المنتخب باش يبقى كما هكاك على طول، لكن شنو اللي حبيت نقوله بالضبط اللي المباراة هذه بالإمكان إنه نبني عليها أسلوب وستيل للمنتخب الوطني التونسي اللي هو أسلوب ضايع في المنتخب الوطني التونسي. يعني هذا ما يعاب عليه سامي طرابلسي صراحة في المنتخب الوطني التونسي، إنه إلى حد الآن تقريبا كم من سنة حتى من قبل سامي طرابلسي حتى مع القادري وحتى مع منذر الكبير وغيره لم نرى للأسلوب خاص يميز المنتخب الوطني التونسي. يعني صراحة لازم نشوفوا أسلوب للمنتخب، أسلوب لعب معين على الأقل. فكل مدرب يترجم أفكاره بأسلوب معين وكل مدرب يختار لاعبيه بدقة حتى يترجم أفكاره اللي هي باش تطبق على الميدان. هذا ما يعاب عليه المدربين السابقين والمدرب الحالي للمنتخب الوطني التونسي. إن شاء الله ما حدث طبعا في كأس العرب اللي هو تقريبا يعني جل اللاعبين ناقصين تقريبا 15 لاعب فقط يعني تم استدعائهم من كأس العرب حضروا يعني، والبقية طبعا ما همش حاضرين وأغلبهم الأساسيين يعني ما كانوش حاضرين في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي خلال كأس العرب. لكن الوجه اللي شفناه في كأس العرب عدا مباراة قطر كان وجه مخيب للأمال. ما كناش نستنوا النتائج هذيك وخاصة الأداء هذاك. يعني حتى إذا النتائج كانت يعني ما هيش المنتظرة، لكن لما نكون نشوفوا تقريبا منتخبنا يقدم أداء جيد وأسلوب لعب محترم جدا، حتى إذا خسرنا تقريبا الجماهير يعني ما تتقشش وما تتنرفزش الجماهير. فإن شاء الله كان هذه والكأس الإفريقية هذه يبرهن سامي طرابلسي ويبرهن المنتخب الوطني التونسي على وجهه الحقيقي. يعني نستنوا إن شاء الله نشوفوا على الأقل. لازم أنا شنو نقول، لازم يا أخوي نشوفوا الجرينتا الموجودة في المنتخبات العربية الأخرى اللي يلعبوا بها واللي لعبتنا بها فلسطين وربح أو عدلونا، واللي لعبتنا بها سوريا وربحونا بها. لازم نشوفوها في منتخبنا الوطني التونسي. الأخطاء خلينا نقولوا اللي صارت في كأس العرب ما نحبوهاش تتكرر، خاصة إنه منتخبنا طبعا باش يواجه فريقين يعني في المتناول. يعني قبل ما نمر إلى المباريات اللي باش يخوضها المنتخب في دوري المجموعات من كأس إفريقيا، خلينا نعدوا القائمة اللي هي طبعا ما فمش حتى مرة قائمة المنتخب ما تنشرش وما تصيرش وراها بلبلة وأسماء علاش ما ظهروش وأسماء علاش ما همش موجودين وأسماء علاش هم موجودين أصلا. طبعا ديما الجدل هذاك دائما يثار خاصة في الوسائل الإعلامية التونسية اللي بصراحة زايدة على الطين بلة على الكرة التونسية. خلينا نقول يا خويا على الأقل هو المنتخب الوطني التونسي في وضع حرج وفي أزمة متاع النتائج بعد كأس العرب. طبعا ما كنا نتمنوها، لكن يا أخي خلينا نخلوا المنتخب يعمل في ظرف وفي إطار وفي جو عام يساعدوا على النجاح، مش نزيدوا نكملوا
يعني نعملوا ستريس اولا على الملاعبيه، ثانيا على الستاف والمكتب الجامعي. انا مانيش ندافع عليهم ولا يعنيني اي حد، لا سواء الملاعبيه ولا اطار جامعي ولا مدرب، طبعا ما عندي بيهم حتى علاقه شخصيه، لكن شنو نقول، لازم الجو العام دائما يكون مهيأ للمنتخب حتى يعمل في احسن الظروف. لازم الجماهير زادة تدز مع المنتخب في اللحظات هذه، والجماهير ما هيش مقصرة صراحة، ما هيش مقصرة حتى طرف. وشفتوا شنو صار في كأس العرب. لذلك المطلوب من على الأقل من المحللين واللي عاملين فيها محللين في سواء في قنوات تلفزية أو على صفحات الفيسبوك، على الأقل حتى إذا تنقدوا الأفكار، انقدوا بنية الإصلاح ليس بنية الهدم. هذا ما ينقص تقريبا العديد من المحللين، تلقاها تقريبا تنقد سواء لاعبين قدامى أو محللين على خاطر عندهم أسباب شخصية قديمة مع الأشخاص الموجودين سواء في الكادر أو الإطار الفني بتاع المنتخب أو المكتب الجامعي. طبعا هنا المنتخب الوطني التونسي فوق الجميع، وحساباتهم الشخصية ومشاكلهم الشخصية لازمك تتركها وتطيشها وراك لما يكون هناك يعني مصلحة للمنتخب الوطني التونسي. طبعا كما قلت لكم خليني نبدأ بالقائمة اللي باش تحضر لكأس أفريقيا. طبعا القائمة نزلت عندها فترة ما هبطش على فيديو للأسف. القائمة تتكون من 4 حراس مرمى، هي النقطة الأولى اللي خليني باش نحكي لكم عليها. 4 حراس مرمى: أيمن دحمان، بشير بن سعيد، نور الدين فرحاتي، وصبري بن حسن. الحراس هذوما طبعا هم حراس من البطولة التونسية ومقدمين أداء جيد، هم أفضل الحراس الموجودين عندنا. لكن حبيت نسأل فقط لماذا 4 حراس بدل 3؟ هل 4 حراس حاجة يعني تضيف للمنتخب أم إنها تخسرنا في ملاعبي؟ هذه نقطة أنا واحد من الناس يعني خلينا نقوله ما عجبتني شخصيا. نتصور 3 حراس كافيين بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. الحكاية هذه نعرف بدأ بها جلال القادري سابقا في الكأس الأفريقية اللي كان فيها هو على رأس المنتخب الوطني التونسي، وقتها المنذر الكبير زادة. فطبعا 4 حراس أنا نشوفها زايدة على الأخر، نشوف اللي 3 حراس كافية وكافية على الأخر. في الدفاع طبعا عندنا ياسين مرياح، منتصر الطالبي، ديلان برون، آدم عروس، نادر الغندري، محمد بن علي، يام فاليري، علي العابدي، مرتضى بن والناس، وعلي معلول. تشكيلة الدفاع تشكيلة جيدة طبعا، سواء اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين. طبعا ما فيهاش حتى كلام على الدفاع، خط الدفاع إن شاء الله هذاك هو اللي نبنوا عليه كما قلنا منتخبنا الوطني التونسي. وخط الدفاع هو الأساس في كرة القدم. إذا تحب تبني جمعية جيدة وجمعية محترمة لازم تبني خط دفاع قوي ويكون على الأقل متماسك يعني، ويكون متفاهم فيما بعضه. خاطر إذا ما كانش الدفاع متفاهم فيما بعضه راه باش تصير برشا مشاكل في التشكيلة. فنتصور خطنا الدفاعي خط دفاعي جيد. نمر إلى وسط الميدان. الوسط الميدان فيه الياس صخيري، حسام طه قدم كأس عربية جيدة جدا عجبني شخصيا. فرجاني ساسي، طبعا اسماعيل الغربي لاعب ولا أروع، طبعا إن شاء الله مستقبل الكرة التونسية. محمد الحاج محمود، حنب علي المجبري، طبعا نعيم السليتي، ومحمد علي بن رمضان. الوسط أيضا ما نتصورش فما أحسن من الملاعبية هذوما، لاعبية تقريبا ما شاء الله عليهم كلهم يعني مقدمين إضافة سواء في نواديهم. صحيح اسماعيل الغربي مش قاعد يلعب يعني أساسي مع فريقه، لكن الملاعبي شفناه وشفنا الطالون اللي عنده والموهبة اللي عنده ما شاء الله خير من برشا ملاعبية يلعبوا حتى في بطولات أجنبية توانسة، سواء توانسة يلعبوا في خط وسط الميدان يلعب صراحة ما شاء الله عليه الوليد. فالتشكيلة بالنسبة لي أنا إلى حد الآن طبعا تشكيلة محترمة. هذاكم هم أفضل لاعبين للنخبة اللي هم باش يكونوا يمثلوا المنتخب الوطني التونسي. نمر إلى الهجوم: الياس سعد، الياس العاشوري، سيباستيان تونيكتي، فراس شواط، حزم المستوري، وسيف الدين الجزيري. طبعا الملاعبية ذوما كما قلنا يا شباب أيضا يستحقوا الاستدعاء. الياس سعد متألق مع فريقه في ألمانيا، الياس العاشوري طبعا مع كوبنهاجن، التونيكتي مع سلتيك أيضا قدم أداء متميز في الدوري الاسكتلندي، فراس شواط مع النادي الافريقي، وحزم المستوري طبعا في روسيا، وسيف الدين الجزيري مع الزمالك المصري. طبعا يا شباب الأسماء هذه يتحمل مسؤوليتها طبعا مدرب المنتخب الوطني التونسي. فكما قلت لكم يعني المدرب الوطني لازم عنده أفكار وعنده أسلوب معين يحب يطبقه.
كيفاش باش يطبقوا لازم يستدعي لاعبين يشوفهم هما قادرين انه يترجموا افكاره على ارض الملعب. فطبعا هنا المدرب هو اللي سيتحمل مسؤوليته كيفاش باش يوظف الملاعبية هذوما وكيفاش قدر يخلق منهم تشكيلة تكون قوية ومتماسكة ومتكاملة، يعني سواء دفاعيا هجوميا في خط وسط الميدان يكون التكامل كيفاش باش يكون. هذا طبعا مهمة المدرب، وهو من يتحمل مسؤولية استدعاء كل اسم من هؤلاء الأسماء. أعطوني أنتم شباب رأيكم في القائمة اللي تم استدعاها، هل تشوفوا فما لاعبية ظلموا وما تمش استدعائهم في المنتخب الوطني التونسي، أم أنه وهل فما أسماء يعني ما كانتش تستحق يتم استدعائها؟ حطوا لي أنتم رأيكم في التعليقات شباب. إذا كما قلت لكم تحدثنا هيك على القائمة يا شباب، خلينا نمر إلى مجموعة المنتخب الوطني التونسي اللي كما قلت لكم فيها منتخب نيجيري منتخب قوي، منتخب أوغندا ومنتخب تنزانيا. صراحة أنا مانيش شايف يعني مباريات لمنتخب تنزانيا وأوغندا ونيجيريا. نيجيريا تبقى تلعب باسمها الكبير، اسم كبير في كرة القدم الإفريقية. أوغندا وتنزانيا خلينا نقولوا على الأوراق احنا منتخب أقوى من هذين المنتخبين. فبالنسبة لنا شباب المنتخب الوطني التونسي عنده مباراتين على الأقل لما يربحهم يتأهل، اللي هما مباراة تنزانيا ومباراة أوغندا. شنو لازم نتفادوا في الأخطاء من الأخطاء متاع الماضي يا شباب؟ أخطاء الماضي كما شفتوا صارت في كأس العرب، فلازم على الأقل المدرب الوطني التونسي مدرب المنتخب الوطني التونسي سامي طرابلسي يتعلم من تلك الأخطاء، إنه لازم كل مباراة تلعبها كأنها نهائي. صراحة مباريات المجموعات لازم تلعب كل مباراة على حدة، يعني كل مباراة راي هي مباراة نهائي وحدها، لازمك تجيب فيها 3 نقاط وفوز إذا أنت تحب تتأهل طبعا، وإذا أنت الهدف متاعك والأوبجيكتيف متاعك هو التأهل للدور القادم. فما تستهينش بالفريق هذا، احنا أقوى منه على الأوراق، عندنا ملاعبية أحسن منه، عندنا ملاعبية محترفين أكثر منه. لا، منتخب تنزانيا ومنتخب أوغندا لازم هذا منتخب ياكل 5 ياكل 4 ياكل 3-0 ويروح، لازمك تعطيه 3 و4-0 ويروح. تعطي ذي كل حق حقه، لازم تعطيه على ما قد ما يستاهل. منتخب هذا يخسر 3-0 يربحوا 3-0. إذا احنا نحب نوصلوا القدام في كأس إفريقيا لازمك تلعب ضد كل منتخب، تعطي الكل في الكل. ما فماش هذه احنا المنتخب هذا ويبدأ هكا تساهل. لازم الرسالة متاع المدرب تنقل إلى الملاعبية، كل ماتش راه مهم بالنسبة لنا، ما نضيعوا حتى ماتش. المنتخبات الإفريقية حتى المنتخبات الصغيرة راهي كبش وتبقى مع تلعب معاك يعني على حظوظها، تعرفوا يعني. وانت الأجواء في الأفريق هو من لطف الله إنه الدورة هذه تلعب في المغرب، يعني الطقس سيكون طقس متوسطي كما الطقس في تونس على الأقل، يعني مفماشك الرطوبة والسخانة متاع الأجواء الإفريقية والجنون متاع الأجواء الأفريقية، يعني أجواء مجنونة كما تعرفوا. على الأقل لازم التركيز يكون تام في كل مباراة، لازم انتصار باش على الأقل مباراة نيجيريا حتى إذا كانت فيها النتيجة مش ولا بد زوز مباراتين تنزانيا وأوغندا يكون فيهم الانتصار يتأهلوا بسهولة بإذن الله تعالى. طبعا فالمباراة الأولى يا شباب ستكون يوم 23 ديسمبر على الساعة 11 بتوقيت مكة المكرمة، بالنسبة لوقتنا احنا تقريبا 9 بوقت تونس. فالمباراة الأولى ستكون ضد منتخب أوغندا، لازم فيها الانتصار. طبعا المباراة الثانية سيواجه فيها المنتخب الوطني التونسي نظيره النيجيري. منتخب نيجيريا يعني منتخب قوي، لازمنا نقدمه على الأقل حتى بالنسبة لي أنا، حتى إذا ما انتصرناش على المنتخب النيجيري، حتى إذا تعادلنا خلينا نشوفوا أوبير ديكا، يعني في أتعس الحالات المفروض لازم نجيبوا تعادل على الأقل ضد المنتخب النيجيري. نقدموا كرة جميلة ونقدموا لعب أسلوب ما فيش ياك الرهبة وما فيش ياك الخوف اللي نشوفوا فيه. لعبنا ضد البرازيل وجبنا معاها تعادل، ما نتصورش كان نيجيريا أقوى من المنتخب البرازيلي. طبعا كرة القدم لكل مقام مقال، وكل جو يعني عنده جو الخاص وعنده طقوسه الخاصة. لكن مباراة نيجيريا أيضا لازم المنتخب على الأقل تقدم فيها الأداء يا أخي، حتى إذا أتعس الحالات خسرنا من مباراة نيجيريا، مباراة لن تلعب على الورق، حتى إذا هما أقوى منا بدنيا، فإنه لما تعطي 100% على الميدان
يعني اللعبة طبعا تتغير وتلعب على حظوظك إلى آخر نفس، إلى آخر دقيقة، الدقيقة 90 تقدر إنك تجيب 3 نقاط حتى مع منتخب من نيجيريا، خاصة إن مثل ما قلت لكم تعادلنا فيما سبق مع المنتخب البرازيلي، فإن المنتخب الوطني التونسي قادر أيضا على أن يجيب 3 نقاط لما لا ضد المنتخب النيجيري. نعرف لكل مقام مقال، لكن المباراة ضد المنتخب النيجيري باش تكون بصراحة تعطينا وجه حقيقي للمنتخب التونسي. عجبتني يعني المباراة هذه، وعجبتني إن طحنا ضد منتخب كبير في دوري المجموعات، خلينا يورينا الوجه الحقيقي لمنتخبنا الوطني التونسي. أنا نتصور المباراة هذه باش نعرفوا بها هل حقا قادر المنتخب الوطني التونسي إنه ينافس ويقارع على كأس إفريقيا 2025 أم لا. المباراة هذه نستناوها ونتفكروا كلام الناس الكل اللي هي باش تورينا إن شاء الله إن كان قادر منتخبنا الوطني التونسي على أن يفوز أو لا بكأس إفريقيا، أو حتى على الأقل خلينا نقول يوصل إلى أدوار متقدمة، نصف نهائي أو نهائي أم لا. مباراة منتخب نيجيريا، سامحوني ما قلت لكمش، مباراة منتخب نيجيريا ستدور يوم السبت 27 ديسمبر نفس التوقيت 9 بتوقيت تونس، الساعة 11 بتوقيت مكة المكرمة. وأما المباراة الأخيرة سيواجه المنتخب الوطني التونسي طبعا المنتخب التنزاني. 3 نقاط لازم، مش هذو مرة ونحكي هيك لازم نجيبوا 3 نقاط مضمونة وفي الجيب وهذا لا طبعا. هذا أنا كلامي كمشجع وكمحب للمنتخب الوطني التونسي، نحب منتخب يهز ال3 نقاط هذه مهما كان، لكن طبعا الملاعبية ما لازمهمش يفكروا هيك منتخب تنزانيا منتخب ضعيف وباش نهزوا ال3 نقاط متاعنا طبعا في الجيب، لا، لازم ملاعبيتنا يعملوا اللي عليهم ويلعبوا بكل تركيز وبكل عقلانية في الميدان، حاطين الساقين في الأرض، يعني ما يشوفوش أرواحهم على منتخبات كما هيك ويبدو يلعبوا يعني كأنهم نوع من العرض الفرجوي خلينا نقولوا ضد منتخب تنزانيا. لا، هذا منتخب يستحق انه يخسر 1-0 يخسر 1-0، منتخب يعني يستحق انه يخسر ب4-5-0 لازم يخسر 5-0. لازمنا نشوفوا الاداء كما هيك ان شاء الله يا شباب. اعطوني انتم رايكم، حسب رايكم شباب، هل القائمة هذه قادرة وين قادرة توصل يعني في كأس افريقيا القادمة؟ انا ان شاء الله هاني كما قلت لكم بصراحة بالنسبة للحكم على القائمة هذه صعب جدا. أنا باش نحكم لكم على القائمة هذه على مباراة منتخب نيجيريا وقتها بالرسمي، ونهبط لكم إن شاء الله فيديو إذا كان منتخبنا قادر إنه يوصل بعيد أو لا في كأس الأمم الأفريقية بالمرة. وإن شاء الله ستكون بإذن الله تعالى نقولوا الكأس الأفريقية هذه كان ما هيش باش تكون تونسية، إن شاء الله نتمنوها طبعا إنها المهم تكون عربية 100%، ولما لا يكون النهائي عربي 100%. أعطوني أنتم رأيكم شباب في التعليقات حول من هي المنتخبات اللي قادرة تكون على الأقل يا شباب في النهائي. شكون تتوقعوا المنتخب العربي اللي قادر يوصل لدور النهائي في كأس إفريقيا؟ نستنى تعليقاتكم شباب. لا تنسوا تدعمونا باللايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. وتم بقالي كان نقول لكم كان إلى اللقاء ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي.